بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وصفه حلوه جدا وطعمها بيبقى لذيذ جدا، وكل واحد بيعملها بطريقه. يعني هي ايه، مش كله بيعملها شبه بعضه. اللي هي الكبسه. كبسه بالفراخ مش باللحمه. ادي عندي وراك فراخ، وانا بحب اعملها بالوراك بتبقى احسن. اطعم من الصدور يعني. وراك فراخ متقطعه، وبصل وبسله وجزر، بهارات كبسه وبهارات فراخ. هنا حطيت البصل هنا عندي، يدوب يدبل بس كده بالشكل ده. هحط معاه البهارات علشان ايه، تطلع الطعم بتاعها والريحه بتاعتها كلها. حطي بقى البهارات اللي انتي حباها. كبسة، بهارات كبسة، بهارات فراخ، بهارات لحمة. عايزة تعمليهم ميكس مع بعض اعمليهم، بتبقى جميلة جدا. وطبعا ايه، ورقة لورا كده يعني ايه، تديها برضو طعم حلو. هي الكبسة بتحب البهارات بصراحة، فانتي كتري بقى فيها زي ما انتي عايزة بالشكل ده كده. بس اهم حاجة تحطوهم مع البصل في الاول، علشان ايه، يطلع ريحتها الايه، تبقى جميلة في الرز. وانا النهارده اعملها برز مصري، مش هعملها برز بسمتي، فهتبقى حلوه وجميله برضو. هنا بقى هحط اول ما البصله تدبل كده هحط معاها ايه، الفراخ، علشان ايه، تبدا بقى تاخد الالوان وتاخد الطعم بتاع الفراخ والبصل بالشكل ده كده. هنا هقلب بقى فيها كده. وانا نسيت اقولك ان انت تحطي معلقه كبيره كده، او معلقتين كده كركم. لان هو الكبسه بتبقى لونها اصفر، فانت ايه، على حسب كميه الرز اللي انت هتعمليها. فانا هعمل كميه كبيره شويه، فانا حطيت معلقتين كبار كركم بالشكل ده كده. قلبي بقى فيها كده علشان كله ياخد من لون بعضه. انا مش هسوي الرز فيها، انا هعملها شوربة. يعني هسويها الاول وبعد كده هسوي الرز بالشكل ده كده. انا عايزاها تاخد اللون ده كده وهي بتتحمر، قبل ما احط عليها ايه، المية بالشكل ده كده. شايفين شكلها؟ يعني بصراحة تحفة من قبل ما تستوي اساسا. هنا حطيت معلقة كبيرة كمان كده كركم. الكركم اساسي فيها، زي ما قلت لكم، بيديها اللون اللي هو الطعم، اللون الحلو اللي هو الاصفر بالشكل ده كده. طيب، هنا حاولي وانتي بتحطي لها زيوت ما تكتريش الزيت، لان ايه، هي الفراخ ذات نفسها بتطلع ايه، دهون منها. فعشان ما يبقاش الموضوع فيها ايه، زايد قوي. انا بحب لونها كده. لو عايزه تعمليها بيضه ما تديهاش لون، مفيش مشكله، بس انا بحب ان هي تاخد لون كده في التحمير بالشكل ده كده. انتي بقى وحريتك بقى. لو عايزة تقطعيها مثلا أقل من كده، مثلا تقطعي مثلا الورك ده على أكتر من قطعة، عادي. مفيش أي مشكلة، بس أنا حبيت شكلها كده. وإيه، كل واحد وطريقته بقى في التقطيع. ماشي. بعدين بقى إيه، هحط عليها مية واسيبها تغلي بقى. آه، واسيبها تغلي بقى لغاية ما تستوي خالص. بعد كده هحط الرز بالشكل ده كده. ظبطي بقى ملحك، وظبطي بقى الفلفل بتاعك، وظبطي الدنيا كده علشان ايه، تطلع مظبوطة معاكي. هي وجبة عاملة زي الكشري، الحلة الواحدة كده، ما بياخدش وقت، وفي نفس الوقت بيبقى طعم وجميل. وفي ثواني بتخلصيها يعني. هنا خلاص، هنا استوت خلاص. هطلعها بقى، عشان هعمل فيها برضو حركة تانية كده هتعجبكم قوي. هنا هطلعها كده في صينية، وهدخلها فين، هدخلها الفرن تنشف كده، وتديكي بقى قرمشة كده بالصوص بقى اللي هيبقى على وشها ده، هيديكي ايه، قرمشة وطعم جميل جدا. هنا حطيت بقى البسلة والجزر في الشوربة. انا ما حطيتهمش من الاول خالص مع الفراخ علشان ما يتهريش. انا عايزاه يفضل على نفس قوامه وما يتهريش، فانا حطيتها هنا في الشوربة بالشكل ده كده.
وبعد كده بقى ايه هنزل عليها بالرز. وظبطي بقى الدنيا وظبطي بقى ميتك، لو احتاجت ميه تاني على الشوربه دي حطيلها. وزودي بقى ايه لو احتاجت كركم برضو حطيلها على حسب اللون اللي انتي بتحبيه. عايزه اقول لكم ان هي فعلا اكله حلوه جدا وسهله زي ما قلت لكم قبل كده، وفي نفس الوقت طعمه جدا. يعني انتي هتعملي وجبه كامله فيها كل الفوائد الغذائيه في حله واحده. هنا زودت ميه علشان حسيت الميه قليله شويه، علشان هنا ايه رز يبقى مستوي وجميل وحلو، بس ما تزوديش قوي علشان ما الرز ما يعجنش معاكي. بالشكل ده كده. هو بالظبط على النار هياخد ربع ساعة بالكتير قوي. هيكون مستوي بالشكل ده كده. هنا هغطي بقى عليه. انا ظبطت البهارات وظبطت الملح وظبطت كل حاجة. وهغطي بقى واسيبه يستوي ايه براحته بقى. هنا خلاص دخل في السوا. شايفين الجزر والخضار اللي هو البسلة حلوة ازاي، مش مهرية. ليه؟ عشان انا محطتهاش في الاول. هنا دخلت الفراخ هنا الفرن تاخد لون براحتك. لو انت مش عايزة تطلعيها تحطيها في الفرن تحمريها كده تحميرة حلوة كده براحتك. لو عايزة تاكليها كده على طول مفيش اي مشكلة. هنا الرز، شايفين الرز مفلفل ازاي وجميل. والخضار زي ما هو فيه متماسك، مش مهري ولا مفتفت ولا اي حاجة. ما شاء الله، يعني لا قوة الا بالله. يلا بقى نغرف بقى على الفطار بقى على طول. أم، هنا جبت بقى ايه طبق كبير كده هغرف فيه. يلا اكننا قاعدين في مطعم بقى، ونعيش نفسنا بقى كده ايه يوم حلو لذيذ. شايفين الرز مفلفل ازاي وجميل. يلا قوليلي بقى تسلم ايدك على الطبق الحلو ده. ولو عجبكم بقى يلا بقى لايكات كتير وكومنتات كتير وتشجيعات حلوة كده منكم. يلا بقى نرص الفراخ. الفراخ عايزة اقول لكم مستوية وطعمها جميل جمال ما شاء الله لا قوة الا بالله. واخدة من طعم التتبيلة حلوة جدا جدا جدا. يعني ما شاء الله. الحركة دي حلوة علشان ايه لو سبت الفراخ في الرز بت ايه ده صوص من اللي طالع من الفراخ كده بوزعه عليه برضو بيدي الرز طعم حلو قوي. بتمنى بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. شايفين مستوية وحلوة ازاي، جميلة جدا ومقرمشة كده من فوق. بجد تستاهل ان هي تجرب، تستاهل ان انتوا تجربوها بجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.